السلام عليكم البنات، مرحبا بكم من جديد في قناة حلويات عبد المغيث. نتمنى انكم تكونوا في احسن حال والاحوال. الفيديو ديال اليوم يا البنات تلبية للطلبات العديد منكم، خاصة لاله زبيدة المتتبعة الوفية والحلوية اللي في مدينة الدار البيضاء، اللي كنوجه لها من خلال هذا الفيديو تحية كبيرة. كانت طلبات مني مقادير ديال البوشنيخة. غادي نتقاسم معكم اليوم مقادير سهلة وبسيطة بأربع طرق مختلفة اللي يمكن لك انك تخدمي بها البوشنيخة بدون ما تستعملي الوراقة، كذلك بدون تعب بدون مجهود في وقت قصير. اربع تقنيات اللي يمكن لك انك تستافدي منهم، تعتمدي عليهم، وفي نفس الوقت نصائح اسرار قيمة باش ما تجيكش مرغدنا، وتصحيح اخطاء اللي كيرتكبوا العديد منكم. اما بالنسبه للناس اللي اول مره كيشوفوا القناه، كنتمنى انهم يضغطوا على زر الاشتراك مع تفعيل الجرس للتوصل دائما بكل جديد. الا بغيتوا تشوفوا حلقات اخرى او لا فيديوهات اخرى على القناه ووصفات اخرى على القناه، ما عليكم الا تخليوها لنا في التعاليق لتحت، ومرحبا على الراس والعين. شكر خاص على التتبع، كنقول لكم عارفه راسي دايره معكم فلطات، لكن البنات الضغط ديال الوقت راكم عارفين كيف داير، وفي نفس الوقت كنحاول ما امكن ندير ما في مجهودي باش يكونوا اغلب الوصفات متوفرين في القناه. ما تبخلوش علينا باللايك، ما تبخلوش علينا بتشجيعاتكم، ما تبخلوش علينا بتعاليقكم اللي كنقراوها وحده وحده وحده. ونتمنى دائما انكم تبقاو متتبعات وفيه القناه والفيديوهات اللي كيتحطوا، جوج فيديوهات يوميا في القناه. مرحبا بكم. هذا هو الشكل ديالها البنات كما كتشوفوا من بعد ما كطيب، غير هو هذاك الرق ديال الاشرطه. كتبقاي نتيا اللي كتحكمي فيه، واش بغيتيها رقيقه ديري ليها دوبل تقطيعه او لا تبغيها يكونوا الاشرطه في طحين. وكذلك نبغي نقول لكم نتمنى انكم تكونوا في الحلقه اللي من وراها، حيت غنقسم معكم واحد المعسله ديال الضفيره، مقادير اخرى حتى هي كتجي غزاله ورائعه كيف غتشوفوها معايا في لا فيديو. السربيحي ديال البوشنيخه يا عبد المغيث، نشوفوا هاد الضفيره كي دايره، فوالا هي هذه كتجي غزاله في الموائد الرمضانيه. وبالمناسبه نبغي نقول لكم رمضان كريم، مسبق اللي وصلنا ليه، لا فاقدين ولا مفقودين. وندوزو باش نبداو الحلقه ديالنا حيت عارفه راسي طولت عليكم. بسم الله على بركه الله، نبدا في المقادير. كيف ما غتشوفوا معايا جد اقتصادي، غنحتاجو 125 غرام ديال الزبده، معلقه صغيره ديال النافع او حبه حلاوه، عندي 4 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، معلقه كبيره ديال القرفه، وعندي معلقه صغيره ديال الخل، نص كيلو ديال الدقيق، و 250 ملي ديال الحليب تقريبا. نبدا على بركه الله. غادي ناخذ دقيق، غادي نوضعو في واحد القصريه، من بعد غادي نضيف ملعقه صغيره من نافع او حبه حلاوه. انا هنا كما كتشوفوا معايا كنبغيها تجي فيها النسمه ديال حبه حلاوه، درت 2 معالق. غادي نضيف كذلك 4 غرام ديال الخميره ديال الحلوه، اي ما يعادل نص خماره، او بيكين باودر، ملعقه كبيره من القرفه. وغادي نقول لكم الا بغيتو تجي البنه احسن وافضل، المكون السحري اللي يمكن لكم انكم تضيفوه واللي كيغير المذاق ديال البوشنيخه تماما، وهي علاش ملي كتمشي عند الحلاويه كتلقاي الخدمه، تلقاي الحلوه ديالها مختلفه على داكشي اللي كنصوبو. غنزيد ملعقه صغيره ديال الخل، وغادا نضيف يا لاله 125 غرام ديال الزبده. كان عندكم الوقت غادي تاخذوا هذيك الزبده والحليب، تسخنوهم في واحد الكاسرونه وتخدموا بهم. سينو الا ما كانش عندكم الوقت بحالي غادي ديروا هاد الطريقه، ولكن غتعولوا على كتيفاتكم باش تكملوا المهمه. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا. بالنسبه للبنات اللي كانوا سولوني على الشبكيه او الشبكيه اللي بدون زنجلان، بدون بيض وبدون خميره اللي كنا خدمنا، كانوا قالوا لي بان ما فيهاش القوام، غتجي باسله لما غتجيب فيها بنه. ملي نحط شي وصفه نتمنى انكم تجربوها عاد تحكموا عليها، لانها كتجي خفيفه وفي نفس الوقت ما تجيش بالمره ديك الشباكيه اللي كتقهم. واكيد غنحطوا شباكيه بجنجلان، لان كل واحد نورمالمون هذيك البنات حطيتها على حساب البنات اللي كيبغيو يخدموا لي كوموند، وهي اللي كيخدموا بها اغلب الحلويات.
اغلبيه الناس اللي كتدفعوا عندهم لي كوموند كيخدموا بهذاك النوع ديال الشباكيه. جربوها ولو غير نص المقادير، راه ما فيهاش مقادير كثير، وغنخليها لكم ان شاء الله في صندوق الوصف. جربوها وهذيك الساعه ردوا عليا الخبر البنات، ما تحكموش غير هكاك. هنا كيف ما كتشوفوا ضفت شويه مزهر وضفت الحليب. من بعد ما ضفت مزهر وضفت الحليب غادي ناخذ هاد العجينه اللي غادي نقسمها كريات. فوالا كيف ما كتشوفوا معايا، قلت لكم البنات بالنسبه لهذيك الشباكيه غير جربوها، زعموا ديروا شويه ثقه وجربوا هذيك الشباكيه وردوا عليا الخبر. والله العظيم كتجي خفيفه، وهذيك النوع ديال الشباكيه اللي تيجي مرمله من الداخل، ملي كتاكلها كتحسي بهذيك الترميله من الداخل. واكيد ان شاء الله باذن الله هذا الاسبوع كاملين غنبقاو نحطوا انواع ديال الشباكيه. بعدا باقي تسالوني وحده بلا كريم فريش، وكاينه وحده اخرى حتى هي بالدقيق ديال القمح. هاد الاسبوع غادي نبقى نحط جميع انواع الشباكيات تتقولوا لي بركه راه تقهمنا، لان الاذواق كتختلف. كاين اللي كيبغيها خفيف، اما البنات اللي قالوا لي لا راه غليظه الشباكيه، بغيت نقول لكم راه غير التصوير ديال التليفون وغير الزوم ديال التليفون، لان كيف ما تنقول دائما ان التسجيل ديال الوصفات كامله كيتم بمعدات بسيطه للاسف الشديد، اللي ما تيخليش الوصفه تبان زوينه ويعطيها هذاك المنظر اللي غادي يشجعك انك تجربيها. ولكن البنات اللي تعرفوني واللي كيجربوا وصفاتي واللي كيخدموا معايا لي كوموند راه عارفين، واللي متابعيني من ايامات ديال الاذاعات راه عارفين الوصفات اللي كنعطي كيف دايره. هنا كيف ما كتشوفوا معايا البنات ما غاداش نرش طحين. اكبر خطا يمكن لك ديري هي انك ترشي الطحين. غادي نرش مايزينا اولا نشا، راه كيتباع بالعبار، يعني ماشي بشرط عليك تاخدي باكيه كبيره، يمكن لك تمشي تاخدي غير 2 دراهم ديال النشا من عند الناس اللي كيبيعوا المعدات ديال الحلويات، وتبداي تخدمي بها كيف ما كتشوفي معايا. فوالا كنديروا نشا. علاش كنديروا نشا من الداخل؟ باش اول شيء تجينا مرقه من الداخل، يعني العجينه ما تبداش تجمع لينا من الداخل ملي نبداو نخدموا. هنا كيف ما كتشوفوا معايا كنبدا نقطع غير هي هذه البنات، راه كتبغي تقطعيها رقيق. هذه قبل ما نجمعوها ضروري ما تحلي هادوك الخويطات صافي، وكتبداي تسديه هكا 3 وكتقلبي وكتاخدي الموس وكتحاولي انك تحلي غير هي تكون رقيقه البنات. وهنايا كما كتشوفوا معايا البنات بالنسبه للمرحله الثانيه غادي ناخذ العجينه وغدا نبدا نطلق بهذا الشكل. فوالا بدون استعمال الورقه. بالنسبه للورقه البنات كنت حطيتها حدايا غير حيت كنت كنخدم الشباكيه اللي كنعاود ناكد اننا خدمناها في الرقم 3، واللي بغى يشوف الوصفه غادي يلقاها في صندوق الوصف. فوالا من بعد غادي ناخذ هاد الجراره اولا غادي ناخذ هاد اللعيبه ديال الربيع، وغادا نبدا نقسم، واللي هي بدورها كذلك غادي نخدم بها 2 ديال الطرق ديال البوشنيخه. البنات اللي غادي يقولوا لي الفيديو طويل غنقول لكم راه فيه 10 دقائق فقط، يعني راه حاولت انني نجرب ما امكن رغم ان البنات كيقول لك راه كتجربي ما تنفهموش. حاولي انك تقري شويه في الوصفات، لكن نحاول ارضاء جميع الفئات ومتتبعات القناه. فوالا الا بقات وهنا كيف ما كتشوفوا البنات كناخذ هذه الطريقه الاولى. غادي ناخذ هاد الاشرطه كيف ما كتشوفوا معايا ديجا قطعتهم بالموس قبل، غادي نسد وحده على وحده ونعاود نلوي وحده على وحده، غندور هكا للجنب وندير بهاد الطريقه. فوالا وتحاولي انك تفكيها اولا تحليها من الداخل.
فوالا كيف ما كتشوفوا معايا تقريبا 3 ديال الاشرطه اللي كنهز. كنسد هكا، نسد من جناب، نسد من هاد الجهه، ونعاود ندور او نسد من الجهه الاخرى. ودائما هاد اللعيبه باش كيتفكوا هذوك الخيوط. ودائما البنات ملي كنكون غادي نطلق العجينه كيف ما سبق وذكرت كترشي بشويه ديال المايزينا. اول شيء كتعطيك هذيك القرمشه. ثاني حاجه ما كتخليش العجينه تلصق، وكتخلي كتخلي لك البوشنيخه، كتخلي لك البوشنيخه مده طويله. فوالا غادي نجبد شويه، نعاود نقلب الجهه الاخرى ونجر. وضروري ما ديري هذيك اللعيبه ديال هاك وهاك باش كتحل. غادي ندوزو دابا للطريقه الثالثه اللي غادي يمكن لينا اننا نخدموا بها كذلك البوشنيخه بدون تعب، بدون وراقه. شوفوا معايا. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا البنات غادي ناخذ العجينه اللي غادي نسرحها، ومن بعد غادي ناخذ هذه القطعه. هذه بالنسبه للشكل الثالث غادي نقطعها بهذا الشكل. غادي تحاولي انك تحلي هاد الخويطات او لا تفكي هاد الخويطات. فوالا كيف كتشوفوا. وغادي ناخذ هاد الموس نحيد هادشي اللي زايد نحطو جانبا، ومن بعد غادي نبدا نطلق في هاد الجنب ونبداو نجمعو كيف كتشوفوا معايا. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا البنات غادي ناخذ واحد الكميه. فوالا كيف ما كتشوفوا غادي نجمع بهذا الشكل وندورها لويها ونحاول انني نجبد ونرجعها باش تحل في القليان. بالنسبه للطريقه الرابعه البنات غادي نهز مثلا واحد 3 ونحط عليهم هكا 3 ونحط عليهم 3. شوفي انت على القياس اللي بغيتي تجي في البوشنيخه. وغادا نعاود نسد، يعني ما تجمعيهمش. فوالا هذه كتجي محلوله اكثر. فوالا 3 نهز نوضع ونهز عاوتاني 3. كتستي من هاد الجهه وكدوري. فوالا كتجي محلوله اكثر واحسن. طق طق. صافي غادي تخليها حتى تنشف تماما، حتى تيبس تنشف مزيان. عاد غادي ندوزو باش نقليوها. وهنا كيف ما كتشوفوا معايا من بعد ما سخنات الزيت مزيان غادي نبداو نقليو فيها مباشره. غادي تصفى من الزيت وغادي توضع في العسل. كنعتذر منكم البنات على لابارتي ديال الغطيس ديال العسل، ما سجلتهاش لانه كان القليان في الليل وراكم عارفين، ولكن تبارك الله راكم حادقات كلكم كتعرفوا كيفاش تغطسوا في الزيت وتغطسوا في تقليو في الزيت وتغطسوا من بعد في العسل. نصائح بالنسبه للعسل ديجا كنت شاركتها معكم، نتمنى انكم تشوفوا الفيديو ديال النصائح الخاصه بالشباكيه. نفس المبدا اللي كنا خدم اللي كنت عطيته على قبال الشباكيه هو اللي كنعاودوه على جميع المعسلات الا البريوات اللي غادي يكون ان شاء الله باذن الله في هذا الاسبوع. ما بقى لي الا نودعكم على ما اللقاء بكم في الحلقه الاخرى، ونخدموا ان شاء الله باذن الله هذه المعسله ديال الضفيره اللي كتجي غزاله ورائعه وكذلك جد اقتصاديه للمائده الافطار الرمضانيه. تهلاو فراسكم وشكر خاص على المتابعه.